السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد، اخبار جديدة، شي حاجة مازال نوفو باقا بالميكا ديالها. اللي بغى يشجعنا بلايك شكرا ليك بزاف، اللي ما قدرش ما كاين حتى مشكل. نمشيو للعناوين. الرئيس الجزائري قال لهم المغرب راه شاد الجزائر شرقا وغربا وشي جزائريين تيموتوا على المغرب، وجلس يتبكى عليهم قال لهم المغرب راه وسط منا وحنا ما جايبين اخبار. كيفاش هذا البلان هذا غنشوفوه في الفيديو. كذلك انتم راكم كتعرفوا الخرجات ديال النظام الجزائري كيفاش كتكون. ناض عاوتاني تابون قال لهم غادي نحتل فرنسا، دازت واحد السويعات وطائرات حربيه فرنسيه كانت كتسركل فوق من الجزائر. كيفاش البلان راه كاين في الفيديو. الزعيم تاع البوليزاريو خرج قال لهم الامن اللي عندي انا في المخيمات ما كاينش حتى عند امريكا، دازت شي وقت ماشي بزاف وهذا الشيء اللي طرا ليه. عرفتوا ذاك اللاعب الجزائري اللي جلسنا مع الوداد واللي تبخر في واحد الليله جاتو مكالمه ديال الهاتف وكل شيء عرفها منين جات، والسيد طار بيت مصبح راه رجع للمغرب وها شنو كيقول له. يلا نطيروا مباشره للتفاصيل. دابا هذه كانت صغيره غادي نحيدوها نديروا لها هكا ونديروها هذه واش هنا حمر. احب من احب او كره من كره. هذه صغيره، حنا بلادنا كبيره اللهم لك الحمد. من انتم؟ حنا المغاربه. استوردنا البصل، استوردنا البطاطا، استوردنا الثوم، استوردنا كل المصيبه استوردناها. الجزائر قوة ضاربة. لم تكد تمضي أيام قلائل على خروج إبراهيم الرخيص ليتبجج على هامش ما سمي مؤتمر البوليزاريو السادس عشر بأن تندوف تنعم بالأمن واعدا بتدعيمه، حتى كذبته الوقائع على أرض المخيمات وفضحت حقيقة الأمن المزعومة. فقد كذبت صور نشرها منتدى فرصتين تفاصيل هجوم جماعي لأفراد عصابة من اللصوص، وذلك على محل تجاري في مخيم أسرد، وتعريضه للسرقة والنهب. وتنتشر مثل هذه التصرفات وفق منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات تندوف بكثرة في المخيمات، بل إنها في منحى تصاعد مثير للقلق. وتتم هذه السرقات بحسب المنتدى ذاته من خلال سطو جماعي لعصابات خطيرة قد تصل عدد عناصرها أحيانا ما بين 15 و20 فردا، وتفضل هذه العصابات التحرك بأعداد كبيرة حتى تتمكن من نهب أكبر كمية ممكنة من السلع والممتلكات، وحتى يستطيع أفرادها حماية بعضهم البعض ويتفادوا الوقوع في قبضة سكان المخيمات. ويبقى الأمن الذي زعيم الانفصاليين استتبابه في المخيمات مجرد ادعاءات للتسويق ومهادنة الأهالي، إذ لا أثر لهذا الأمن وذلك منذ عهود. أياما بعد تبخره دون أن يعرف أحد وجهته ولا ظروفها، خرج اللاعب الجزائري جمال بالعمري بتبرير سريالي لتبرير فعلته التي خلفت استياء عارما في محيط الوداد البيضاوي إدارة وجماهير. وبرر المدافع الجزائري هروبه من مقر إقامة الوداد الرياضي في مركب محمد السادس لكرة القدم بأنه لم يجالس رئيس النادي مطولا
حين وقع عقد انضمامه إلى القلعة الحمراء. ووضح المدافع الجزائري في تصريح صحفي أن أمورا تمس بشخصيته كلاعب محترف كانت وراء رفضه مواصلة مساره مع الوداد، وتابع أنه كان يأمل أن يكون تواصله مع رئيس الفريق البيضاوي أكثر وضوحا، بدل أن يتجنب الأخير أي سعيد الناصري الرد على اتصالات ويغيب حتى لحظة توقيع العقد حسب زعم بالعمري. وقد عاد بالعمري خلال هذا الأسبوع إلى مدينة الدار البيضاء في محاولة لإيجاد حل ودي مع إدارة الوداد الرياضي يتم بموجبه فسخ هذا التعاقد العجيب بين الطرفين. ويأمل بالعمري ووكيل أعماله أن ينجح في إقناع إدارة النادي البيضاوي في إيجاد حل لهذا الوضع دون أن يدفع أي مقابل مادي. يشار إلى أن رئيس نادي الوداد الرياضي سعيد الناصري كان قد صرح في وقت سابق بأن بالعمري وقع عقدا سليما مع الفريق بعد موافقته على جميع بنوده، لكنه قرر أن يعود إلى بلده لحل بعض المشاكل هناك، موضحا أنه لم تكن هناك أي مشاكل بل استقبله داخل منزله. وبعد توقيع اللاعب الجزائري عقده مع الوداد التحق بمعسكر الفريق في مركب محمد السادس حيث كان يستعد للمشاركة في الموندياليتو، لكنه اختفى فجأة في وقت متأخر من ليلة الثانية 27 يناير الماضي، وذلك بعد مكالمة هاتفية لم يعرف فحواها ولا جهتها. وبموجب العقد الذي أبرمه مع إدارة الوداد لن يكون بمقدور بالعمري أن ينتقل لأي فريق آخر. بعد أن هدد تابون بسحق فرنسا كعادته، طائرة عسكرية فرنسية تمر فوق الجزائر، وناشط سياسي يسخر من الكبرانات. سخر الناشط السياسي الجزائري وليد كبير من النظام العسكري الجزائري وأبواقه الإعلامية التي تهدد بقطع دابر فرنسا على خلفية تورط دبلوماسيين ورجال أمن فرنسيين بالمشاركة فيما أسموه تهريب الناشطة الحقوقية الجزائرية أميرة بوراوي، وذلك بطريقة غير شرعية وغير رسمية إلى فرنسا، وذلك عبر تونس. وتزامنا مع التهديدات التي يطلقها الكبرانات وأبواقهم الإعلامية، كشف وليد كبير أن طائرة عسكرية فرنسية تمر فوق سماء الجزائر دون دراية من الكبرانات. ونشر وليد كبير تدوين على صفحته الفيسبوك حيث قال متهكما: زعفوا من فرنسا بسبب بوراوي. وأضاف الإعلامي الجزائري ساخرا: وسحبوا السفير شوف لك. وواصل سخريته من العسكر الجزائري قائلا: وبوقهم كتب الجزائر تهدد بقطع دابر فرنسا. وكانت تسببت الناشطة السياسية الجزائرية أميرة بوراوي قد تسببت في أزمة جديدة بين بلادها وفرنسا لتعيد بذلك العلاقات بين البلدين إلى المربع الصفر بعد تهدئة لم تدم طويلا. واتهمت الجزائر دبلوماسيين ورجال أمن فرنسيين بالمشاركة في تهريب مواطنة جزائرية بطريقة غير شرعية وغير رسمية رغم كونها مطلوبة أمام القضاء الجزائري. واستدعت الجزائر سفيرها لدى فرنسا سعيد موسى للتشاور. ايوا شفتوا البلان كيفاش داير دابا؟ هذه النيه ديال المملكه المغربيه كتخرج في هاد الناس هاد. يعني شوف سبحان الله، يعني هما مجموعين بجوج كيخططوا ضد المغرب وبيناتهم تفرشات القضيه غير بيناتهم. دابا غندوزو للخبر الموالي اللي كما كيقول لك طاحت السمعه علقوا الفقيه ولا كيفاش تيقولوا هذيك الجمله. دابا النظام ديال الكابرانات شنو ناض قال لهم السيدي هاد السيده هذه اللي داتها فرنسا المخابرات الفرنسيه وتاتا هاد الشيء راه بسبب المخابرات المغربيه. قال لهم المخابرات المغربيه راه داخله في هاد الشيء هذا وتا هي مساهمه في هاد الشيء. دابا هاد الناس هادو اللي كثره كيسبوها في المغرب، اي حاجه طرات كيسبوها في المغرب. انا نقرا لكم الخبر وخليوا لي التعاليق ديالكم لهاد الناس هادو. اتهم تقرير لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية المخابرات الفرنسية بالسعي لإحداث القطيعة في العلاقات الجزائرية الفرنسية، وذلك على خلفية إجلاء الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي من تونس إلى فرنسا
مؤكدة أنه من المؤسف رؤية ما تم بناؤه بين رئيسي البلدين لفتح صفحة جديدة ينهار. وقال التقرير: لم تعد المصالح الفرنسية تخفي مناوراتها، بل أضحت تعلنها أمام الملأ وفي واضح النهار، وها هي اليوم على وشك بلوغ هدفها المتمثل في إحداث القطيعة في العلاقات الجزائرية الفرنسية. واسترسل التقرير: الجميع يعلم أنه يوجد على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي خطة تقضي بتقويض العلاقات الجزائرية الفرنسية يتم تنفيذها من قبل عملاء سريين وبعض المسؤولين على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي ووزارة الخارجية الفرنسية، وكذا بعض المستشارين الفرنسيين من أصل جزائري لا يخفون ولعهم وتبجيلهم للمخزن، أي يقصدون النظام المغربي. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون قد أمر الأربعاء باستدعاء سفير الجزائر في فرنسا فورا للتشاور. إذا هادشي اللي كاين في هذه الأخبار هذه. الرئيس ديال الجزائر، المخابرات ديال الجزائر قال لك اسيدي المخابرات ديال المغرب حتى هي داخله في هذا الشيء هذا. خليوا لي الرأي ديالكم. إلا كنتوا كتقولوا هكا فراه المغرب راه مسيطر عليكم من شحال هذه. المهم أول حاجة اللي مسيطر عليكم فيها المغرب هي العقل ديالكم اللي طرات المغرب المروك. تلقاو فيديو الماجي إن شاء الله. بسلام عليكم.